الفتة مش لازم تكون فتة رز ولحمة، في فتة بتنجان يا جماعة انتوا ناسيينها، وتعتبر من السلطات اللي هتشرفكم لو قدمتوها في اي سفرة عزومة. والنهاردة انا مش هعملها معاكم عادية جدا، هعملها النهاردة بطريقة صحية اقل سعرات، واستحالة حد ياخد باله عشان الطعم صدقوني مش هيتغير خالص خالص. وعشان نعمل اكل صحي مش لازم نفقد الطعم الجميل. واهلا، انا سارة. النهاردة هنعمل مع بعض احلى فتة بتنجان، وكمان هتكون صحية واقتصادية بدون لحمة، والطعم حكاية لازم تجربوها. يلا على طول نبدأ في الطريقة. وهنبدأ أول حاجة بالصلصة اللي هنعملها. محتاجين هنا توم، كتروا توم بقى زي ما انتوا حابين. لو مش حابين طعمه يكون باين معاكم قوي فممكن نقلل التوم شوية ويكون معلقة، ونبدل الكمية شوية معاها معلقة كمان من التوم الباودر. وعندي ملح، فلفل، كمون، بهارات، نص معلقة من كل حاجة، وعصير طماطم، ومعلقة من الخل أو معلقتين كبار من الخل. أنا استخدمها هنا خل تفاح، ممكن استبداله بالخل العادي. في حلة على النار تكون سخنة هضيف معلقة من الزيت، وهضيف عليها التوم المفروم ناعم. هقلب تقليبة بسيطة خالص لحد ما اشم ريحة التوم. هضيف البهارات واقلب. أول ما اشم ريحتها على طول هضيف عصير الطماطم واقلب واسيبها لحد ما تكون اتسبكت. وعلى ما تكون اتسبكت هنبدأ نعمل صلصة الطحينة، ومحتاجين فيها طحينة، زبادي، عصير ليمون، معلقة من الثوم المفروم ناعم أو توم باودر لو انتم مش حابين طعمه قوي، كمون، كزبرة مطحونة. في طبق هنضيف كمية الطحينة اللي انتوا حابينها. انا ما كترتش من الطحينة قوي عشان سعراتها بتكون اعلى. لو انتوا حابين ممكن تزودوا كمان معلقة من الطحينة وطعمها هيكون باين اكتر. وهضيف عصير الليمونة، الثوم، الزبادي، واخلط كل حاجة هنا كويس جدا. وهبدأ ازود المية بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي انا حباه، قوام كده ان انا اعرف اضيفه مش ديبنج، يعني ما يكونش قوام تقيل بتاع الطحينة، لا انا عايزاه زي الصوص كده اللي انا اعرف اضيفه فوق على الوش. ضفت رشة من الكمون والكزبرة. وفي طبق ان احنا نقدر نقدم فيه هضيف الصلصة. وعندي هنا البتنجان انا مقطعاه مكعبات صغيره، وضفت عليه ملح وفلفل وبابريكا ومعلقه من الزيت، معلقه بس، وقلبت كل حاجه مع بعضها كويس جدا، ودخلتها في الفرن او في الاير فراير لحد ما يكون استوى وتحمص معايا بالشكل ده. هضيف عليه صلصه الطحينه اللي عملناه، وهنضيف عليه كمان العيش على الاطراف، كمان عملته بنفس طريقه البتنجان بالظبط. مع التقليب المستمر في الفرن او في الاير فراير هتلاقوه تحول معاكم بالشكل ده وبأقل سعرات. ممكن تبدلوه كمان بالعيش الاسمر او بتورتيه اللي معمول بدقيق الاسمر، نتيجته هتكون حلوه جدا. رشه من البابريكا، ونزين الطبق بتاعنا، وده الشكل النهائي لطبقنا. زي ما قلت لكم قدموه في اي عزومه كمقبلات، حتى لو كلتوه في وجبه غدا مع البروتين بتاعكم فهتكون وجبه متكامله جدا جدا وغير تقليديه في الدايت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا من وصفتنا وتكون عجبتكم. قابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفه، وسلام عليكم.